وبدأ أحلى موسم في السنة، موسم وصفات الفراولة العشق يا جماعة. قطعت الفراولة ورشيت عليها السكر وقلبتها وسبتها على نار متوسطة لحد ما نزلت السوائل اللي فيها. ضفت لها عصرة الليمون أو ملح الليمون وطفيت النار وسبتها تبرد على جنب. هنجيب بولة بقى نعمل فيها العجينة بتاعتنا عشان نعمل الباستا فلور. الزبدة مع الزيت بدرجة حرارة الغرفة والسكر البودر ونخفقهم كويس. نضيف عليهم البيض والفانيليا ونرجع نضربهم لحد ما البيض والفانيليا يختفوا. هنشيل بقى المضرب الكهربائي وبالسباتيلا هنقلب المواد الجافة مع الخليط بتاعنا، دقيق وبيكنج باودر ورشة ملح، أهم حاجة تكون منخولة. هنلمها بقى برشة دقيق كده على البورد بتاعتنا بإيدينا لحد ما العجينة تتجانس وتبقى متكورة معانا بالشكل ده. هنقسمها للتلت والتلتين، التلت هندخله على الفريزر عشان يتماسك ونعرف نشكله، والتلتين هنجيب الصينية بتاعتنا على طول ونفرد فيها برشة دقيق من غير ما نحتاج النشابة. العجينة فلافي يا جماعة وفردها هيكون سهل جدا. خرمتها بالشوكة وحطيت الحشو بتاعي وشلتها في التلاجة لحد ما اعمل الاشكال اللي على الوش. انا شكلتها شكل النجمة، ارسموها بقى زي ما انتوا عايزين. وبعد كده حطيت عليها صفار البيضة وسخنت الفرن بتاعي ودخلتها تتخبز على درجة حرارة 180 وما تفتحوش عليها أول 10 دقايق، وبعد كده ابدأوا راقبوها. أول ما تاخد لون من تحت حمروا الوش تحميرة خفيفة. مش هتحتاجوا السكر بودر، هي شكلها